فيه الخال والعم والوالد، فيه النيل النيل الخالد، فيه الخال والعم والوالد، فيه تراث من طارف وتالد، والخيرات أشكال والوان. أحب مكان عند السودان، وطن السودان. السودان إشراقة جديدة في إفريقيا وبصمة سعيدة. السودان إشراقة جديدة في إفريقيا وبصمة سعيدة. فيه عروبة وجوه عديدة من آداب وفنون وبيان. مساء الخيرات والمسرات مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا. اطلاله مميزه لمساء جديد ونهايه اسبوع مليء ان شاء الله بالبرامج المقرره على شاشه قناه النيل الازرق. تحياتي وتحايا الحبيبه ريان الظاهر. مساء الخير. مساء الخير نجوى، كيف عامله؟ كنا نحن نتلاقى نهايه الاسبوع، كيف كان اسبوعك؟ والله كان حلو، بعدين نهايته مسك دائما. انا بكون معاكي. تسلم كثير، شكرا نجوى. تحيه لكل المشاهدين الكرام، كل المستمعين لاذاعه FM 91. امسيه جديده هي امسيه الخميس، بكل تاكيد بنفرد من خلال مساحات واسعه للجمال ونوقد اكيد شموع المعرفه في هذا التلاقي الجديد. مشاهدينا الكرام، تمنياتنا لكم بأمسية سعيدة ومشاهدة طيبة للجميع. حنقوم باستعراض فقرات اليوم أنا وزميل الجود حبيب كمدخل لهذه الحلقة. الفقرة الأولى: المبدعون بين الانتقاء والنجومية. فقرتنا الثانية هي إسهام دكتور هنية مرسي في رفع الحظر الأمريكي عن المعدات الطبية في السودان. الفقرة الثالثة: اليوم الأسري لودنباوي الجنوب. فقرتنا الأخيرة هي الزيارة ورد الزيارة مع الإعلام المخضرم الأستاذ محمد طاهر. بداية هذه الفقرات بمشيئة الرحمن نبتديها ريان وأنا بعد فاصل إعلاني، خليكم معنا. لين الغد الزاهر مصهر في إفريقيا النور الأسمر. لين الغد الزاهر مصهر في إفريقيا النور الأخضر. مرحبا من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعة هذه الإطلالة من مساء جديد. في فقرتنا الأولى حنتكلم عن نخبة من الناس عندهم القدرة على الإبداع. بهذا الإبداع قادرين على لفت أنظار الناس حولهم، وأكيد على جذب وسائل الإعلام المختلفة، مرئية كانت مسموعة أو مقروءة. إبداعهم وعطائهم هو للناس. عشان كده نحن كيف بننتقي نجومنا؟ نحن حنتكلم عن المبدعين، انتقائهم ونجوميتهم. هل كل مبدع هو نجم، وهل كل نجم هو قادر على الإبداع؟ بصحبة الموسيقي دكتور عبد الله شمو. مرحبا بك ويسعد مساك. مساء سعيد، مساء جديد لكل الناس. شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك يا دكتور. في عوامل معينة بتلعب دور الانطباع الأول، ممكن يخليني أنا أختار شخص معين، إطلالته، أسلوبه، بغض النظر عن نوعية الإبداع. فأنا عايزة أعرف الأسس لأي شخص ممكن يختار بها النجم معين بالنسبة له. والله النجومية في حدها الأول هي لفت الآخرين، التفاتة كبيرة وقوية. إذا ما حصلت التفاتة كبيرة قوية معناها
ما بقول سقوط، لكن ممكن تتكرر الالتفاتة وتتكرر المحاولة حتى تتم الالتفاتة. فالالتفاتة الكبيرة هي مفتاح النجومية. فمؤكد انت لو ما لفتي كل الناس في الشاشة دي ما هتبقي نجم. والتفاتك للناس ممكن يكون وانت كمقدمة بتاع البرنامج من خلال اللغة، من خلال الحضور، الاكسبريشن التعبيرية في وشك، من خلال ازيائك، من خلال الهير دريسنج او الترتيب بتاع الشعر او الملبس او الى اخره. فعناصر اللفت الالتفات ترتبط بارتباط نوع المتاح مما هو سواء كان هذا المشهد او المسمع او المرئي او المسموع نوعه وخلق النجومية. فالنجومية مرتبطة بالفنانين ولا بتاع الكورة ولا بتاع الرياضة بس، وإنما مرتبطة بالمهن والصنايع والأطباء وإلى آخره. نعم. فكل مناحي الحياة تتطلب مهارات تتفاوت من شخص لآخر في استغلال أدوات الصنعة لإبراز المهارة والموهبة التي من شأنها أن تلفت وبالتالي تحقق قيمتها كقيمة بتاعت اعتبار لوجود عالي الجودة. جميل. نحن تكلمنا عن النجومية وعناصرها بشكل عام. لو جينا نتكلم عن العناصر المكملة للنجم بعد ما أنا رفضت بالنجم للساحة الإبداعية، فبالتأكيد عشان ما يزيد عطاؤه يزيد إبداعه أكيد في عناصر محددة مكملة. العناصر حقيقي المطلوبة في أي ارتقاء بشأن الموهبة بالضرورة تتصل بنوع المهنة أو الصناعة اللي هي أصلا خلت هذا الشخص إنه نجم، وتطور أدوات الصنعة معرفيا وعلميا من شأنه إنه يرتقي بالشخص من سلم أو من درجة لأخرى ويرتفع به لعلا وذرة عالية، بالتأكيد إنها بتديه قيمة حقيقية في نفوس المشاهدين والسامعين والرائين أو القارئين. أنا بشوف أحيانا إنه الوضع النفسي برضه بيلعب دور. لو أخذنا الناحية الإبداعية الكتابية قد لا يكون الشخص اللي بيكتب ده أنا شفته لكن قدر بكتاباته إنه يوصل لمراحل معينة، فبالتالي عندي أنا بقول له إنه الشخص ده أو أطلق عليه لقب النجم المبدع. أي مبدع نجم، وهل أي نجم أيضا مبدع؟ نعم. ما بالضرورة إنه أي مبدع يكون نجم ولا أي نجم مبدع. ففي النجوم في حاجات ممكن تكون نحن باللغة العامية بنسميها فارغة يعني. وفي نجم في علم وفي حاجة تمس حياة الناس وتلتمس بمصالح الناس بشكل مباشر، وبالتالي نجوميته أفيد للآخرين أو للمجتمع من الشخص الذي نجوميته في زول اشتهر بالسفه بالكلام البذيء وبقى نجم هذه الصفة المنبوذة. في جانب آخر في شخص بليغ يكتب كتابات ممتازة يعلي من الإنسانية وإنسانية الإنسان سواء كان بقصة أو بأنشودة أو بقصيدة أو بأي شكل من أشكال الإنتاج الفكري اللي من شأنه إنه يرتقي بالإنسان. فبالتأكيد المعايير بتختلف من شخص لآخر، وفي النهاية نحن بننشد سمو الإنسان لأعلى درجات الإنسانية. نعم. جميل. طيب احنا عندنا محطة نشوفها مع بعض مشاهدينا ونعود. الاختيار للنجومية مقاييسه وانا بعتمد على انه بشوف الزول الشخصية قريبة لي في فهمي وثقافتي وحاجاتي. الزول الممكن يعني انا اشوفه غيادي لكمية من القطاعات وكمية من الشباب. النجومية هي روح قبل اي حاجة. النجوم هي احساس بمسؤولية كبيرة ملغاة على عاتقك وقيادة ورسالة انك انت بتوجهها لكمية من القطاعات وكمية من الناس، والمحتوى والمضمون اللي انت بتقدمه للناس هو اللي بيحكي شخصيتك الرساليه والقياديه. انا اختياراتي للنجم دائما بتكون انه يعني الزول في متجدد، الزول المتعاون، الزول اللي بيهتم بشريحه الشباب، جمهور كبير صغير. اهتماماتي بانه مثلا انعكاساتي في ثقافتنا للغنى ذات ولسمعي للنجم. النجم ما بالضروره يكون هو مغني او يكون عازف او يكون كاتب او ملحن او شاعر. النجم هو اي مجال فيه إعلام، أي مجال فيه كتابة، أي مجال رسالي، أنا بعتبره نجم. اختياري للنجم إنه مثلا زي نسي عجاج إنه حضورها في المسرح راغب جدا وبتختار أغاني هادية جدا وحلوة شديد وأنا برتاح لها شديد.
وبسمع لها شديد، يعني بتختار أغاني حلوة شديد. كيف انه الزول يقدر يختار النجم بتاعه؟ يعني كده بيختار الزول اللي هو ممكن يوصل الرسالة للشباب وكده، يكون عنده طموح، يكون قدوة للشباب وكده. يعني اختيار بيكون على حسب الزول، فأنا كاختيار بختار حسين. أنا شخصية ما بحدد فنان معين، لكن بحب كيف الزول يتعامل مع جمهوره، كيف الرسالة اللي بيقدر يديها، كيف التعامل عشان يكون من تبع الشهرة. يعني ما ضروري يكون فنان واحد ولا فنانين الزول أيد عليهم، مع إنه يزول بيسمع لراحته، لكن كيف إذا الرسالة للجمهور كيف تصل، كيف اللي بيحصل، كيف يتعامل مع الشباب، كيف يتعامل مع الجمهور. تحية من جديد مشاهدينا في كل مكان. تابعنا من خلال المحطة الفائت عدد من الآراء المختلفة لعدد من الأشخاص كيفية اختيارهم لنجومهم، عندهم معاييرهم الخاصة. مرحبا بك مرة ثانية دكتور عبد الله. ويمكن اختلفت الأذواق، لو تكلمنا عن المعايير وكمان اختلاف الأذواق، يعني أحيانا النجومية بتخضع لأذواق الناس أكيد. نعم. بيجري مجرى القول المعروف اننا انه لولا اختلاف ما لبارت السلع. فبالتاكيد زي ما ذكر المتحدث الاول انه نوع الموهبه او نوع الشهره في حد ذاته مرتبط ارتباط وثيق جدا بنفسيه المتلقي. هذه النفسيه التي تتشكل تعليميا وثقافيا وبيئويا وعقديا وكل مكونات الفرد في مجتمع صغير او مجتمع كبير، مجتمع صغير داخل بيته او في مجتمع محيط به في منطقته، ثم بعد ذلك المجتمع الكبير داخل الدوله فالعالم. فالموهبه في حد ذاتها ممكن تتمرحل ما بين الشله والاصحاب والمدرسه وتنطلق وتصبح مرحله عالميه، زي ما فعل استاذنا الطيب صالح من خلال روايات سودانيه بمفردات سودانيه بسيطه انتشرت وسجل اسمه ب5 روايات في سجل عالمي ضخم جدا جدا كواحد من عظماء كتاب الروايه العالميه يعني. نعم. فبالتالي اختلاف الاذواق واختلاف الامزجه شيء طبيعي جدا كمكون حياتي ربنا اوجده في نفوس الناس، مثل اختلاف الالوان والالسن والاشكال. وعلى ذلك انا لا اخذ اي ماخذ تجاه هذه الخصائص، لكن بطالب اي شخص انه بالضروره يرتفع بذائقته عشان يكون في مستوى اعلى من قبل. وارتفاع الذائقه او الذوق في حد ذاته رهين لمعطيات وادوات يعني. جميل. انا حاخذ سامحك عذرا واخذ اخر كلمتين قلت انه هي رهينه لادواته، بمعنى النجم نجاحه بعد الله سبحانه وتعالى والقبول ايضا من الله، واكيد تقبل الجمهور بيلعب دور كبير. ناتي للنجم نفسه في تقبل ذاته بهذه الشهره وطريقه تعامله بعد ذاك مع الاخرين. نعم. لانه ممكن تلاقي زول في الشارع يقول لك والله انا الزول ده بحبه شديد، لكن ما توقعت انه يكون تعامله نعم. بالطريقه دي يا دكتور. النجوميه حقيقي سلاح خطير جدا جدا، يمكن أن يهدم هذا النجم ويمكن أن يساهم هذا النجم في بناء مجتمع جديد بمفاهيم جديدة تتصل اتصال مباشر بإنسانية الإنسان. فكثير جدا نشاهد مثلا نجوم كانوا لا شيء، فجأة بزغ نجمهم واشتهروا، ونسمع بذاك الذي تعاطى من المخدرات ما أودى بحياته، ذاك الذي سقط من عمارة، والذي وفي جانب آخر بنسمع عن ذاك الذي تبرع بمدخوله والذي أسهم في منظمات وأسهم في بناء المستشفيات وإلى آخره. وبالتالي أكد على إنسانية الإنسان، واللي هي في النهاية نحن في كل الأديان وفي كل الحالات مطالبين برفع إنسانية الإنسان، وربنا كرمه. فما بال الإنسان الذي يسيء لنفسه كإنسان ويسيء للآخرين. فالموهبة سلاح، وسلاح خطير جدا جدا. فأنا بتمنى إنه أي شخص ربنا أداه حظوة بتاعت انتشار واسع وقبول لدى قطاعات كبيرة جدا من الناس في الداخل أو في الخارج، إنه يوظف هذه الموهبة في اتجاهات إيجابية تخدم قضايا الإنسان أولا. جميل. لو تكلمنا عن المبدع
أو النجم وخدمته لقضايا الإنسان أول يعني شيء جميل. بيحتاج أكيد لمساحة عشان ما يبدع فيها، وبتختلف مسارات الإبداع. قد يكون محتاج يمكن لزاوية صغيرة في البيت، خارج البيت ورقة وقلم. ممكن يكون محتاج فقط لأدوات موسيقية، نص صغير، وبتختلف مسارات الإبداع. يمكن يكون محتاج لأدوات أخرى. نحن لو اتكلمنا عن الأدوات والمساحات الجغرافية، هل للإبداع والنجوم مساحات جغرافية محددة؟ عمر الموهبة ما عندها في أي حاجة. ما بتكلم عن فنون، وإنما بتكلم عن كل المهن والصنايع والإنتاج الفكري الإنساني. هي خدمة لقضايا الإنسان. يعني احنا بنعرف إنه في يهودي صنع علاج مثلا للسرطان، فالعلاج ده ما حيكون حكر على اليهود، أكيد. مش كده؟ فحيكون للإنسانية. وكثير جدا من الذين أو يعني الموهبة توفرت عندهم ووصلوا فيها لحقيقة إنسانية الإنسان، ما كانت حقيقي مدعاة وسبب رئيسي جدا لتغيير حياة هذا الشخص. نسمع بأينشتاين مثلا في آخر أيامه بعد ما كان ملحد مثلا، إنه بدأ يتجه لقيمة التوحيد، وإنه في إله محرك لهذا الكون، وإنه في منظومة وفي انسجام وتنسيق، لأنه أوجد من خلال العلوم ربنا أداه حق البصيرة في إنه يفتح هذه القيم من خلال التضريبات والنواحي الحسابية الكثيرة جدا اللي أوجد بها علاقات نحن لازم نستفيد منها في كل العلوم، بما في ذلك الموسيقى بالمناسبة. وفيثاغورس وأينشتاين أسهموا إسهامات كبيرة جدا في هذه اللغات، ومن خلال هذه اللغات أوجدوا معايير لقيمة الوجود. فالوجود في حد ذاته رهين خالق مدبر ومنظم بتراتبية وتنظيم محكم جدا جدا. فأنا لو ما كنت بتوازنات داخلية كبيرة جدا جدا ما بقدر أحقق هذه القيمة. خلينا نعرج على نقطة مهمة أيضا، عنصر أساسي في الانتشار هذه الأيام دكتور عبد الله. وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لاعبة وخادمة بشكل كبير في جعلة ممكن تكون أيضا بوصلة حياتية. عدد كبير من الشباب الفعلا موهوبين أظهروا أنفسهم بطريقة تستحق الاحترام والتقدير. وفي تطبيقات برضو مثلا زي الانستغرام عدد كبير من الشابات محبات الموضة وغيرها برضو يعني أصبحوا مشهورات بصورة كبيرة جدا. إلى أي مدى وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أيضا قادرة على إظهارنا بشكل مختلف ونجومية ممكن تكون ساحقة يعني؟ والله هي وسائل التواصل من محاسنها انها بقت سريعه الانتشار وكالنار في الهشيم. يعني ممكن انت في ليله وضحاها تصبح نجم في السودان ببساطه جدا جدا من خلال، يعني انا بستمع قبل ايام لاغنيه بوصف حبيبته بنرمنجت مثلا، فالاغنيه قامت انتشرت. اذا جينا نبحث عن هذا الانتشار، لماذا انتشرت هذه الاغنيه؟ هذا يتبع ما يتبعه من دراسات مجتمعيه ونفسييه وتعليميه وتربويه الى اخره، عشان نوجد لماذا هذه الاغنيه ولماذا مواصفات هذه الاغنيه، لماذا وجدت وكيف وجدت وما هي الاسباب التي ادت لها وليه انتشرت. ده اهم سؤال في النهايه. صحيح. لماذا زاعت وانتشرت؟ هل هو هل خلل مجتمعي ام خلل تعليمي، خلل تربوي، خلل ثقافي، فراغ وجداني، فراغ في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان؟ المهم أنا أضرب لك مثل صغير بالحاجة دي عشان المعلومة تصل للمتلقي بشكل أوفى. أنا اطلعت على جهاز صنع في أمريكا. هذا الجهاز هو عبارة عن ميكسر بتاع الصوت زي اللي بنشاهده في الساوند سيستم ده. هذا المازج الصوتي اشتركت فيه 35 عقلية. ال 35 عقلية لكل أنواع علوم الإنسان. عالم الأعضاء لقياس الذبذبة الصوتية الصادرة عن هذا الجهاز اللي ممكن ما تأذي طبلة الأذن، عالم النفس اللي ممكن يقول هذا الصوت بمكونه ده ممكن يأثر في بني آدم ويخلق منه عدواني. اشترك 35 عالم في هذا الجهاز، وليسوا بفيزيائيين فقط، وليسوا بصناع لقطع إلكترونية فقط، هم مجموعة علماء في كل دروب العلوم المتصلة بهذا الجهاز اللي في النهاية مخرجه حيمشي للمتلقي اللي حيتأثر بما يخرج من هذا الجهاز. فأنا يعني كانت دهشتي كبيرة
دهشتي كبيره، لانه الممول لهذا الجهاز او هذه القطعه الصغيره جدا هو اليوت. معقل صناعه السينما في العالم فعلا. مولته بمليارات الدولارات علشان تصل لحقيقه انه انا اريح هذا البني ادم وارتقي بهذا البني ادم من خلال الناتج الصوتي الصادر عن هذا الجهاز. لكن عشان تملكه لكل الناس قالت ما بتملكه الا بعد 10 سنوات. هيكون حكرا ذكاء ده عليها. شوف خلقت مجموعه يعني عشرات القيم في منتج صغير جدا جدا اوجدت به عالميه هذه المؤسسه الضخمه جدا. وحقيقي في النهايه نحن بنقول انه العقل الانساني ليس بقاصر في حدود محدده. يعني انا كموسيقي محتاج لشاعر، محتاج لمغني، ومحتاج لملحن، ومحتاج لعازف، ومحتاج لاستوديو، ومحتاج لاضاءه، ومحتاج لكاميرا، ومحتاج كل اللي بيكملوا اللي السؤال قبل المتممين لهذه والمكملين لهذه الموهبه عشان يبرزوها في صوت جميل. نعم جميل. يعني انا متاكد انه بتاع الكاميرا ده حسي لو ما جابني بيه زاويه جميله ممكن اكون قبيح جدا عند الاخرين. لكن شوفه مع المخرج وتوصيف المخرج له ممكن يجملني ولو كنت قبيح. جميل جدا، كلامك راقي جدا دكتور. في لحن حنهديه ليك ولمشاهدينا ونعود لاستكمال هذا الحوار الآنيق مشاهدينا. مليح والناس وعيون تضوي الليل ونبرقيك حساس ضمتنا جلسة ليل رستنا دنيا الناس ضمتنا جلسة ليل رستنا دنيا الناس ما شفنا فيها ملل ولا طب علينا حنان يا ناس. عطف وحنان يا ناس، عطف وحنان يا ناس، وانسان مليح والناس وعيون تضوي الليل قلب رقيق حساس ضمتنا جلسة ليل رستنا دنيا الناس ضمتنا جلسة ليل رستنا دنيا الناس ما شفنا فيها ملل ولا طب علينا العاس صوحنا يا ناس. جاد الزمان عطر ليلتنا بلا افراح وهب النسيم اسكر ارواحنا من غير راح قصر علينا الليل ليلة لا احب صباح قصر علينا الليل ليلة لا احب صباح جاد الزمان عطر ليلك بين افراح وهب النسيم اسكر ارواحنا من غير راح هب النسيم اسكر ارواحنا من غير راح قصر علينا الليل
ليه أحب الصباح قصر علينا ليه أحب الصباح أدينا حق العين شوق السنين يرتاح أدينا حق العين شوق السنين يرتاح صوحنا يا ناس عمرنا باقي الليل مشوار وحنام وسرحنا متقاوبين نتساقى أحلى كلام عمرنا باقي الليل مشوار وحنام فرحنا متقاوبين نتساقى أحلى كلام ينثر علي الحال منكم رقيق بسام ينثر علي الحال منكم رشيق بسام ينثر علي الحال منكم رقيق بسام ينثر علي الحال منكم رشيق بسام عمرنا باقي الليل مشواري وحنام باقي الليل مشواري وحنام وسرحنا متقاوبين نتساقى أحلى كلام ينثر علي الحال منكم رشيد بسام ينثر علي الحال منكم رقيب بسام ينثر علي الحال منكم رشيد بسام برشة الأنفاس نداوة الأنسام عاطف وحنان يا ناس عاطف وحنان يا ناس وإنسان مليح والناس وعيون تضوي الليل قلب رقيق حساس ضمتنا جلسة ليل نستنا يا الناس ضمتنا جلسة ليل نستنا يا الناس ما شفنا فيها ملل ولا طب علينا نعاس عاطف وحنان يا ناس عاطف وحنان يا ناس عاطف وحنان يا ناس وحنان حنان يا ناس مرحبا من جديد مشاهدينا في كل مكان. تحية للفنان محمد مرغني، والآن احنا بنعتبر مشاركته بهذه الأغنية هي مشاركة لموضوع اليوم، الإبداع والنجومية جمع بيناتهم. حقيقة تحية له ومن جديد مرحبا بك أستاذ أو دكتور عفوا عبد الله شمو. يمكن اتكلمنا كثير عن النجومية وقلنا ما كل نجم هو مبدع. لو اتكلمنا عن المبدع الحقيقي، هل المبدع الحقيقي بيلهث وراء النجومية ولا النجومية هي بتلهث وراءه؟ وهل اختياره وانتقاؤه لأشياء بدقة كبيرة بتضيع منه فرصة للنجومية؟ نعم. إذا أنا عكست السؤال وقمت قلت لك في كم نجم في المجتمع السوداني في المهن والصناعة، في الطب، في الزراعة، في التجارة، في الصناعة، فحنلقى آلاف المبدعين، وكل يوم ما يطلع علينا خبر بأنه في مبدع سوداني في واحدة من بلاد المهجر ابتكر واخترع وإلى آخره. فنجوميته ظهرت برا بشكل أكثر ترتيبا من داخلنا،
لانه قد نكون احنا لسه بنحتاج لاشياء، نحتاج لاعاده ترتيب ذاتنا في بعض الاشياء. لكن انا اعتقد انه اي شخص تجاوز مرحله انه حقق ذاته من خلال مهنته او علمه وارتقى بها لمصاف كبيره، بخاصه حمله الدرجات الكبيره. يعني انا اعلم تماما انه في كل جامعه من جامعات السودان في بروفيسورات، في دكاتره، في حمله ماجستير، في خريجين من المبدعين الحقيقيين الموجودين خلف الطاولات والناس بتعرفهم. وممكن ببساطه جدا الواحد يكتب نكتب الابداع والتصور في النت مثلا، حتلقى الاف البحوث والاف الاوراق اتكتبت في هذا الموضوع، ومن وراها أناس حققوا قيمة الإبداع الحقيقي بمعايير علمية ونفسية ووجدانية، وفيها التزام أخلاقي كبير جدا جدا تجاه العلم والمجتمع. نعم دكتور، أنت يعني تحدثت عن نقطتين في غاية الأهمية. نعم. النقطة الأولى في مساق الإبداع إنه في شخصيات خارج الوطن مبدعين، والنقطة الثانية إنه في برضه مبدعين لكن ممكن يكونوا وراء الكواليس. قد يكون المبدع الخارج الوطن وجد شخصيات دعمته أكثر وبالتالي ذاع صيته، ومؤسسات أكيد. نعم. طبعا والعكس صحيح للشخص اللي ممكن يكون مبدع وللأسف ما لقى له أي شخص. إلى أي مدى هذه النجومية أيضا تكون يعني تلمع دائما وتبرق بوجود مؤسسات، منظمات وغيرها، أو حتى شخصيات هي داعمة لهذا الشيء. أنا أكد لك الكلام ده من خلال الغناء والموسيقى. احنا في الفترة اللي فاتت دي خلال نقول 10 سنوات ظهروا آلاف المغنيين، في كم واحد منهم استمر ل 20 أو 25 سنة، وفي كم واحد منهم سقط، وفي كم واحد نسيناه وصار في يعني أخذوا النسيان. أيوه. نعم. فالذي استمر وحافظ على وجوده ولفترات طويلة، أنا أعتقد ده إنه تبع معايير محددة، قد يكون عارفه وقد ما يكون عارف. يعني أنا أديكم مثال بأغاني وأغاني مؤسسة خلقت قاعدة سمعية ومشاهدة عالية جدا جدا. الفترة اللي اشتغل فيها البرنامج ده 10 سنوات حقق فيها قيم كبيرة جدا جدا، قيم معرفية تاريخية وتراثية وإنسانية وتواصل وجداني وفكري ونفساني وإلى آخره. الذين بقوا في هذا البرنامج لفترة طويلة جدا جدا حققوا كثير جدا من معاني النجومية وليس الموهبة. كويس؟ في فرق بين الموهبة، أن تكون موهوب ده موضوع، وأن تكون نجم ده موضوع آخر. فحققوا معاني النجومية من خلال هذا البرنامج لفترة طويلة جدا جدا في وجودهم ل10 سنوات متكررة، فرضت ظروف توازناتهم داخل البرنامج. كويس؟ هذا التوازن النفساني العقلاني المفاهيمي، يعني حتى مشاركاتهم مثلا في الحديث تحسبها أكثر ثباتا وأكثر ترسيخا وأكثر التزام من المهرجل داخل الحلقة. المهرجل يسقط في السنة الجاية. صحيح. تحية لك دكتور عبد اللسوم، واكيد للنجومية ابعاد مختلفة ومظاهر بتختلف. نحن نشكرك في حديثك حول المبدعين بين الانتقاء والنجومية. نتواصل معكم مشاهدينا في كل مكان. فاصل اعلاني قصير ومن ثم نعود لنتواصل. كونوا معنا. شكرا لك. أنا انتهيت.